هنتكلم النهارده عن طريقة عمل صينية القرنبيط. أول حاجة معانا دي كمية الزيت اللي هنحتاجها والقرنبيط، وهيبقى معانا بصلتين وسط متقطعين مع فلفل أسود، والبهارات اللي احنا هنحتاجها معلقة ملح كبيرة، ونص معلقة كمون، ونص معلقة كزبرة، وثلاث فصوص ثوم، ومعلقتين صلصة كبار كده مقلبزين. أنا مش هستخدم غير صلصة بس في الوصفة. وبعد ما احمر البصلة كويس، يعني تاخد لون مش تتحمر قوي مع الزيت، وبعد كده اقوم حاطه القرنبيط. لو هنلاحظ ان القرنبيط ان انا هسيبه على وشه وياخد لون ثانيتين كده، ودي اهم خطوه بتخلي القرنبيط ما يتهريش واحنا بناكل. وبعد كده بحط البهارات، واللي انت حابه تزودي شويه فلفل اسود مفيش مشكله. احنا بس تلاحظي ان احنا حاطين مع البصل فلفل اسود في الاول، وبعد كده هنحط كميه الصلصه واقلبها كويس قوي في الصلصه، واوزع اللحمه بينها. وبعد كده هنزل لكم طريقه اللحمه بطريقه خرافيه بتخلي اي خضار تعمليه بالشوربه تحفه، طعمه جميل جدا. ودي كميه اللحم الشوربه اللي انا حطيتها، هتقلبيها كويس قوي معايا عشان تاخد من بعضها. وبعد كده تكملي كميه الشوربه زي ما انا حطيتها، وتغطي عليها تاخد غلوه وتستوي على مهلها. هنشوفها دلوقتي مع بعض بعد ما تستوي. هوريكي دلوقتي هي استوت وبقت جميله، وفي نفس الوقت ما اتهرتش معايا، بالعكس ماسكه نفسها. حتى المكان بس اللي انا بحط فيه دوبك بتدخل وبتطلع ما بتتهريش. بدخلها الفرن تاخد لون وطعم تحفه.